السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله، تحية كبيرة كبيرة لكم وكل كيما راكم معكم لطفي دوبل كانون. اليوم راني فرحان بزاف على حوايج. الحاجة الأولى خاطرك راني تلاقيت بكم وعندي بزاف ما هدرناش، الله غير الظروف، كل واحد عنده أموره مع الأولاد والدري والدار. والحاجة الثانية إنه ربي سبحانه نصرنا يا ربي، الحمد لك والشكر لك يا رب. نصرنا ربي سبحانه وكشف الحقيقة في الدنيا قبل الآخرة، جزء من الحقيقة معليش يكفينا. كنا نقول لكم باللي عندكم كاينين بونديه قاعدين يسرقوا في البلاد، شافوكم غافلين على دراهمكم وشافوكم ساكتين وخايفين، راهم ينهبوا فيكم. فكانوا يقولوا لنا يزيوا فتنه وتشعلوا في النار وتحرضوا في الناس وتديروا في الدعايات. اليوم ربي سبحانه يجيب لنا هذا التبون وزير الاول جديد يطلع فوق المنصه الرسميه ويقول نعم، هم كانوا يسرقوا فيكم يا شعب. يا للمهزله اللي كنت تقول علينا تاع فتنه وكذابين. ها وزير اول يستعرف ويقول كان بونديه يسرقوا في البلاد. بيان سور الحكومه اللي عطاتهم التصريح. كنا نقول لكم باللي سلال يا جماعه، والحكومه تاعو راهم فاشلين، راهم يبدروا، راهم غير يصرفوا في اموال في مشاريع ما عندها حتى معنى. فكان يقول اتق الله، لا يجوز ان تنتقد الحاكم، خليه يخدم، خليه يزيكم فيجي تبون يا جماعه وياكد الشيء اللي هضرنا عليه ويقول نعم لقيت فساد ومشاريع ما عندها حتى معنى وتبدير اموال الدوله وتبدير اموال الشعب. يا تبدير المال العام بقيمه 7000 مليار دينار. يا كنا قلنا لكم عندكم هلا الحكومه تاع سلال شافوكم غافلين، راهم يسرقوا يا جماعه ويحطوا في جيابهم، فما حبيتوش تمنوا، يزيكم تتهموا في الناس، يحرشوا فيكم وتشعلوا في الشعب. فيجي تبون ويقول لقيت ثغره ماليه بقيمه 14 مليار دولار. حاشاكم وحاشا قدركم وسامحونا لكنكم متخلطين نون فامي. 14 مليار دولار في الخزينه العموميه، مش فسدوهم، ما جاوهمش وين هما الله اعلم. الرئيس مسكين دايخ في غيبوبه، وقعت فيها هذه ليا وهذه ليك هذه ليا، راحوا هباء منثورا. بعدك يجي يقول لك واحد لا يجوز تحوس على 14 مليار، لا يجوز، اتق الله، حقك وحق شعبك وحق الناس اللي مساكن بهالداوي وباش تروح للسبيطارات داوهم الناس في جيوبهم. المهم خلينا من الموضوع هذا ونحمد ربي سبحانه انه كشف الحقيقه وفاجئ على قلوبنا وقلوب الناس الكل اللي كانوا يحضروا الصفحات في الفيسبوك، الصحفيين، الناشطين السياسيين، الفنانين كيفي ولا العباد البسطاء كيفي. ربي ينصركم يا خاوتي، مبروك عليكم، راهو ربي يعطاكم الدليل القاطع وقفل لهم فامهم الكل. وبان الشياد مسكين مدلول ما لقاوش يقول. المهم من احد مدلول ما لقاوش يقول. خلينا برا روح. درك راح نحكيو على قضية الساعة. هذا السعيد وهذا تبون وهذا مسكين علي حداد وجماعته، خلطة كبيرة. السعيد اللي حط تبون يسب حداد هو محمي من طرف السعيد، والخلطة تدور والناس ما فهمتش هذا صالح طالح، هذا يصلح ولا هذا اللي ما يصلحش. المهم النقطة الأولى اللي لاحظناها يا جماعة في هذا الثلاثي الخطير تاع البرصة اللي هو السعيد حداد وتبون، انه مسكين الرئيس عاد غائب على الساحة الفنية، الرئيس عاد صاي ثم انتهى امره، مسكين ما عادش خلاص داخل في التيتولار، ما عادش حتى في الكرادان خرج خلاص، مسكين لا علاقة بوش صاير. المهم القضية ولات بين سعيد حداد وتبون. هل هذا تبون انسان صالح؟ كاين الناس يقول لك يا ولدي هذا تبون فحل راجل، وهذا هو اللي كنا نستناو فيه مدة 20 سنة، انه يجي واحد في الوزارة شجاع ويقول نعم الحكومة فسدت، ونعم الوزير دار، ونعم رجال الاعمال سرقوا الشعب. ثم راجل فهمت يعني كنا جامي كنا نتوقعوا انه يجي واحد كيماك، ويجي واحد اخر يقول له لا اسي محمد هذا تبون او ما جاش او من بكري في الحكومة، او من بكري السيد راه اونسيان من وقت بن فليس او 2004 سيد ويجبد او ولد الحكومة او قديم على الحكومة، يعني عدى على الامور والخليفة وذاك السيد هو سما يعني مسرحية. فالاخر يقول له لا ما هيش مسرحية، تبون هدر وكشفهم وقال لي راهم سراقين. فالاخر يجي يقول له يا ولدي ربي يهديك، هو دا علي حداد سرق البنكة تخللها بموس وسرق وشكارة. يا اخي الحكومة اللي عطاته تصريح، والحكومة اللي عطاته مشاريع، والحكومة اللي عطاته البري، الحكومة هي اللي عطاته الصوارد، هي اللي عطاته المليار، وهي اللي عطاته كذا، وعلاه ما تقولش الحكومة؟ فهو يقول نعم الحكومة تنا فسدت مشاريع. فهذا بحال تبون كي قال كيما. فيجي الاخر يقول له لا اصل ولا كان تحكي على الحكومة تاع سلال، او حتى تبون وكان في الحكومة تاع سلال، تبون كان في الحكومات الكل ثم اي حكومة راح يتهمها انت انا كنت معاهم. ثم يعني الناس
ما حبتش ما لقاتش اسكو هذا الانسان تبون هو انسان صالح وصاحب نيه، وحنا تنمو قلبنا ولا حاقد عدنا ما نمنوا في حتى واحد، ولا هذا تبون كيف من جماعة السعيد بيسك حطوا السعيد وهي تنا مسرحية في تضليل الشعب كالعادة، تسمى كي شغل كي البالون خطرة يطيشك على دروات خطرة يطيشك على غوش. المهم حنا به نفصلوا في الموضوع بيناتنا، ما نكونوش حاقدين وما نخموش بقلوبنا والمشاعر تاعنا، نحاول نخمو لوجيك بعقولنا ونستنتجوا هل هذا بيان ولا مش بيان. طبعا كي نقولوا تبون انسان صالح ولا مش صالح ما نحكيوش على الاخلاق تاعو ولا على الحياه الشخصيه تاعو مع العائله واولاده، هذه حاجه ربي سبحانه هو اللي داير له ميزان اعمال سيئات وحسنات يحاسب عليها. حنا نحكيو على تبون من ناحيه المهنه تاعو اللي هي وزير، حنا نجوجيو الوظيفه والاداء تاعو باش الناس تفهم، لانه كاين ناس مساكن